السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبابي ومتابعيني في كل مكان. إزيكم عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بعمل فيديو كان لازم أعمله. أنا الفترة دي مريح، ما بعملش فيديوهات، والدنيا في البيس سايب الدنيا ماشية و أسطورة اليوتيوب وعالم ما وراء البرك والمستنقعات شغال. الله ينور على محمد علي بن رمضان والاهلي جاي، لا مش جاي الصفقات، بيتكلم بيعمل زي ما قلت لكم قبل كده. هو لم فلوس محمد علي بن رمضان اللي المفروض الاهلي هيدفعها عشان يجيبه، هو لمها من مشاهدات الافات الدولارات، لمها من مشاهدات بمحمد علي بن رمضان. اكاد اشك ان في عموله طالعه لاسطوره اليوتيوب، لان هو اللي بيفرض علينا محمد علي بن رمضان، اللي عمل الولعه دي كلها، والجمهور كله بيتكلم محمد علي بن رمضان جاي، لا مش جاي. طب مش جاي ليه؟ لا الاداره متخاذله، لا الاداره شايفه اللي عليها، لا مش. كل الزوبعه اللي اتعملت دي بمعرفه اسطوره اليوتيوب وعالم ما وراء البرك والمستنقعات. يعني محمد علي بن رمضان جه او ما جاش، ايه اللي هيحصل؟ الاهلي مش بيبني فرقه، الاهلي بيدعم فرقته. الاهلي كده كده فريق ناجح حاصل على البطولات. كل الفرق الافريقيه والعربيه والمصريه والشرق اوسطيه بتخافه وتخشاه. يعني مش محمد علي بن رمضان ده جايبينه من مطاريد الجبل اللي هيرعب الناس كلها، لا، ده هينور زياده في الاهلي. يعني جاي محمد علي بن رمضان، الفايده لمحمد علي بن رمضان نفسه اكبر بكتير من الاهلي، لانه يكفي ان يتحط في السي في بتاعه ان هو لعب في نادي الاهلي. فارحمنا شويه يا عم اسطوره اليوتيوب وعالم ما وراء البرك والمستنقعات من القصه دي. خلاص، بكره وبعده، واللي قعدنا يوفوا بعد بكره وبعد بكره 12/9 القيد الافريقي هيقفل. شكرا، شوف لك بقى سبوبه تانية، شوف هتتكلم في ايه تاني. وهو بدأ فعلا يتكلم في حاجه تاني النهارده، وده موضوع فيديو النهارده. كلما اقترب ميعاد مباراة السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك، كلما انتشرت الشائعات اللي للاسف الشائعات بتطلع من المعسكر الثاني اللي هو نادي الزمالك باعلامه، بتوع السوشيال ميديا بتاعته، والجمهور الاهلي بينساق لهذا الكلام. ما تعلمناش ومش هنتعلم، وهنفضل طول عمرنا بيضحك علينا من اشباه الاعلاميين الزملكاويين، واشباه الصحفيين الزملكاويين، واشباه السوشيال ميديا الزملكاويه. القصه دلوقتي كلها قايمه على مين؟ على محمود عبد المنعم كهربا. ومحمود عبد المنعم كهربا كولر مش طايقه. محمود عبد المنعم كهربا بيلعب بالاهلي، الاهلي مش عايزه، الاهلي عايز يبيعه او يطلعه اعاره، وهو بعد ما وافق لا رجع في كلامه، وبعدين بيتنمرض وما حضرش التدريب بتاع النهارده، وشافوه في قصر الكبابجي سهران وبيعمل، وساب التدريب وراح قصر الكبابجي وطلع حجج مش عارف ايه، وحط عليه غرامه مش عارف قد ايه، وعمل ايه وايه. بيستثيروا المشاكل ويصنعوا ويختلقوا مشاكل محمود عبد المنعم كهربا عشان يشغلوا باله ويشيلوا الجمهور من كهربا، ويشيلوا كولر، لان كولر لا يعي، مخه تعبان. يعني كولر مخه على قد ان هو اوروبي ومن سويسرا ومن الكلام ده كله، ولكن عنده حته ناشفه كده في دماغه بيدوسوا له عليها وهو رايح معاهم. وللاسف الاداره الاهلاويه، اداره الاهلي راحه معاه، يعني بتدعمه برضه. هو متضايق من حاجه، طب ماشي، مش هلاعب كهربا، ما تلعبوش، انت المدير الفني، مش عارف هعمل ايه، انا مش عايزه في النادي، مشوه، نمشيه، حاضر. الكلام ده غلط جدا جدا. اولا هفنطها لكم بالراحه، في حد انا مش عايز اقول كنت بحترمه، لا، ولكن يمكن هو ايه، جنبه الصواب في الفيديو اللي عمله. واحد صاحب موقع اسمه صاحب الكوره، بيتكلم بكل ادب وباحترام وبموضوعيه لكن جه عند موضوع محمود كهربا ده بالذات
ولقيته بيتكلم بألفاظ صعبانية، ظهر على حقيقته الزملكاوية. اللي حصل يا جماعة إن محمود عبد المنعم كهربا والدته ربنا يديها الصحة ويشفيها ويعفو عنها، هي وكل أمهاتنا يا رب. أنا طبعا أمي رحمة الله عليها، كل الأمهات اللي في الدنيا كلها يا رب، ست صحتها تعبانة. ف محمود عبد المنعم كهربا خدها وداها المستشفى، سهر معاها في المستشفى لبدايات النهار. رجع البيت، حط دماغه على المخدة، نام، راحت عليه نومة. وطبعا معنى ان هو في المستشفى لن ينتبه بقى للتليفون، الشحن بتاعه وقع ما وقعش، عايز يشحن عايز يعمل. هو مجرد ما وصل البيت واطمن على والدته دخل نام، راحت عليه نومه على ميعاد التدريب. صحي اتصل بالكابتن سامي قمصان، ايوه يا كابتن انا اسف ما جتش التمرين النهارده عشان والدتي كانت تعبانه وكنا في المستشفى وسهرت للصبح معاها وراحت عليها نومه ما قدرتش اكمل، راحت عليها نومه واول ما صحيت كلمتك. قال له لا، الف سلامه على والدتك يا محمود، وربنا يطمنا ويطمنك عليها، بس هتطبق عليك اللائحه خصم 50,000 جنيه عشان ما حضرتش التمرين. كان يجب عليك، ده الكلام الواقعي، ان وانت في المستشفى تتصل تقول والله انا في المستشفى مع والدتي وما اعرفش هخلص امتى ويمكن ما اقدرش احضر التمرين بكره، يبقى انت اعتذرت قبل التمرين. وطبعا الواحد طبيعي انا واحد من الناس لو معايا والدتي يا رب يا رب وتعبانه، مش هفكر في اي حاجه في الدنيا كلها، ولا مستقبلي ولا شغلي ولا عيالي ولا الدنيا ولا اصحابي ولا اي حاجه، ما بفكرش غير في امي ان انا اسعفها وانقذها واطمن عليه. فهنا عنده حق، وسامي قمصان عنده ألف حق يطبق اللائحة. مفيش فرق بين لاعب صغير ولاعب كبير، اللائحة بتسري على جميع اللعيبة، وده اللي منجح النادي الأهلي وموقفه على رجليه ومخليه دايما في القمة. ما عندوش حاجة اسمها أسطورة ولا حاجة اسمها لاعب مشهور ولا أبو تريكة وهو من هو، كان بيتعامل زيه زي أي حد. مش بقى واحد قليل الادب بيشتم في جمهور الاهلي وفي لعيبه الاهلي ويختلق المشاكل وبتاع، بقى اسطوره وهو اكبر من الناس وما يتطبقش عليه لائحه. عشان كده نادي فاشل وبيسقط وهيسقط تاني. فيطلع الاستاذ صاحب الكوره بتعبير صفحه صاحب الكوره يقول لك والله انا سمعت، عشان انا ما بحبش اقول حاجه مش متاكد منها، سمعت ان ناس شافوه في قصر الكبابجي وعشان كده كان قافل التليفون مش عارف. طيب احنا هنتكلم بالمنطق يا عم صاحب الكوره وكل الميديا الزملكاويه والاهلاويه واداره الاهلي. هل محمود عبد المنعم كهربا اللي عامل هسس لكل الزملكاويه وعامل هسس حب لكل الاهلاويه، ربنا مديله كاريزما كل الاهلاويه بيعشقوه وكل الزملكاويه الحرب اللي بيعملوها عليه دي برضو عشق لعلمكم عشان سابهم وراح لعب في الاهلي. في حد في مصر، بلاش مصر، في حد في الوطن العربي، في حد في افريقيا ما يعرفش شكل كهربا؟ اكيد طبعا كلنا عارفين شكله. طيب محمود عبد المنعم كهربا راح قصر الكبابجي، مفيش، هو قصر الكبابجي انت داخل مبنى المخابرات العامه مثلا فبيسحبوا منك الموبايلات عشان ما تدخلش بالموبايل وتصور اي حد؟ طبعا لا. هل كل الناس ما كانش معاها موبايلات، ولا كل الناس موبايلاتها الشحن فيها واقع، ولا عطلت فجاه ما تصورش صوره واحده في قصر الكبابجي وهو قاعد؟ بلاش دول كلهم، اداره قصر الكبابجي نفسها مش هتستغل هذا الوجود لصالحها دعائيا وتصور وتعمل الشو بتاع الطبله والحركات بتاعت حسب الله، فرقه حسب الله وبتاع اللي بتضحك بيها على الزبائن وبتلف الاف الجنيهات دون وجه حق، ما كانتش هتعمل لنفسها وتستغل الوضع ده بشو دعايه و طب هنفترض ان محمود كهربا قال لهم لا لو سمحتوا عشان انا مش عايز النادي يعرف ان انا موجود هنا النهارده، مش هيسرقوا بعض اللقطات وتنزل حتى مش على لسان او على موقع قصر الكبابجي ينزلوها على اي موقع تانية وكده كده دعايه لقصر الكبابجي؟
فين؟ مفيش. نخلينا بقى في الاهم. محمود عبد المنعم كهربا قال ان هو كان مع والدته في المستشفى. طب المستشفى دي مش ليها دفاتر بدخول حالات وخروج الحالات؟ طبيعي جدا. طيب تعالى يا عم كهربا، انت كنت مع والدتك في انهي مستشفى؟ في مستشفى كذا. دخلت امتى ومشيت امتى؟ من كذا وخرجت كذا. سمعت التليفون، ابعت مندوب من الاداره للمستشفى اتحقق من قول كهربا بس. وبعدين اصلا كهربا هيعمل المشاكل دي ليه؟ كهربا عارف ان وضعه على صفيح ساخن، مش محتاج يعمل المشاكل دي. لكن مين بقى اللي يختلق المشاكل وليه؟ الزمالك. ليه؟ اولا لغايه دلوقتي حاسين ان هم ما انتقموش من كهربا. ثانيا حاسين ومتاكدين ان كل البلاوي اللي بتحصل لهم دي ذنب اللي اتعمل في محمود عبد المنعم كهربا. ماشي. ثالثا وده الاهم، ما نعمل زوبعه للنادي الاهلي وتشتيت فكر عشان الماتش اللي احنا رايحين نلعبه ده احنا رايحين على سواد. ده لسان حالهم هم مش احنا. احنا كاهلي احنا باذنك يا رب، باذنك يا رب، وكلنا ايمان وثقه في لاعيبتنا وفرقتنا. احنا رايحين نتفسح في الرياض ونجيب البطوله ونيجي بس. ده المشكله، هي دي بقى مشكلتهم، ان هم عارفين ومتاكدين من ده، لان هم اكتر مننا عارفين ان هم رايحين لسواد. فطب مش قادرين نعمل حاجه. طيب الغريب بيعمل ايه؟ بيتعلق في اشياء، يقعد يهبش كده. هات لي حاله غرق واحده الجثه اللي بيطلعوها مش قافله ايديها كده مفتوحه كده، لا كده. ليه؟ لانه بيقعد يهبش، بيتعلق في اشياء، بيتعلق في الميه، عايز فاكر ان الميه تطلعه ومش هيغرق. فبتلاقي اي جثه طالعه عامله ايديها كده مقفوله كده، اي غريق. فهم زي الغرقه، بيدوروا على اي مشاكل، بيدوروا على اي قرف، اي حاجه توجع دماغنا وتشغلنا احنا. عشان احنا مش احنا اصلا مش حاطين في دماغنا مباراه السوبر، مش حاطين. تقريبا دي مباراه منتهيه من قبل ما تبتدي، فمش شاغلين دماغنا. انتوا بقى شاغلين دماغكم، بتدوروا على ابو بنزا بتاعكم ده اللي مش راضي يرد عليكم في التليفون. اهو النهارده التلات نشوف بقى هيرد عليكم ولا الشبكه قاطعه والكهرباء قاطعه في بلدهم، ولا هيعمل ايه معاكم. برضو ما يشغلناش على فكره. بوبنزا بتاعكم ده حتى لو جه، لو خليتوا الفرقه 11 بوبنزا ولا يشغلنا. بالعقل والمنطق كده ما يشغلناش. ليه؟ لاعب جاي، ولو فرض ده لو جه وصدق يعني هيجي للفرقه قبل الماتش بقد ايه؟ النهارده 10، يعني قبل الماتش باسبوعين. هل بالعقل والمنطق هذا اللاعب هيستطيع الانسجام والانصهار مع فرقه مهلهله اصلا؟ هيقدر يديك نتاج ويديك شغل؟ ولو قدر يحاول، انت عندك جماهير فريق الاهلي اهو، حاول واشتغل والعب واجتهد وجد. ويا سيدي اللي يلعب احسن خلينا احنا بقى احسن منهم. اللي يلعب احسن في الملعب واللي يدي في الملعب احسن ويلعب بكل رجوله وبيلعب من اجل التيشيرت بتاعه. افهموا بقى عشان دي حاجات هم ما يعرفوهاش. وبيلعب عشان اسعاد جمهوره. ان شاء الله هو اللي هيكسب، بس سواء من جانب الاهلي او من جانب الزمالك بس. لكن بقى جو المؤامرات ومحمود عبد المنعم كهربا مش عايز يحضر التمرينات. طب مش عايز يحضر التمرينات هيعمل ايه؟ يعني هو الراجل بعد مش هيلعب مش هيحضر التمرينات. طب الاهلي هيقول له مع السلامه، انت ليك مثلا ليك 5 6 جنيه 10 جنيه عندنا خدهم ومش عايزينك. هيروح يقف على عربيه الكشري بتاعت ابو طارق اللي عندكم في النادي مثلا، ولا يعمل ايه؟ مش ده اكل عيشه ورزقه؟ فكروا. هتفضلوا طول عمركم اغبياء، تفضلوا طول عمركم اغبياء. عشان كده هتفضلوا طول عمركم في القاع تحت، وهتنزلوا لتحت. السنه دي واللي فاتت طلع فوق كتافكم فوق دماغكم بفريق بيراميدز وخد مكانكم، وانتم سبحان الله بلا دم اصحاب الجلد التخين مبسوطين وبتشجعوهم ان هم يعني ضحكوا عليكم، خدوا لعيبتكم وخدوا مكانكم وخدوا كل حاجه وانتم مبسوطين عادي. هيطلع برضو فرقه تانية زد جايه في الطريق هتركب عليكم، يبقى بيراميدز وبعدين زد
وبعدين مش بعيد يجي فيوتشر اللي هو مودرن اللي بيلاعب اللعيبه الفرقه اللي عنده بالاكراه وبالحديد والنار. وديك شفتوا عمر السعيد قال ايه؟ الحمد لله ربنا فك اسرك من هذا الفريق. هتلاقي برضو يطلع يركب عليكم، فهتبقوا انتوا عاملين زي السوسته عمالين تنزلوا. كل ما يضغطوا عليكم السوسته ما بتقولش لا، مهما تضغط عليها بتنزل. يعني ما بتقولش لا الا في حاله واحده بس، اما بتوصل خلاص كلها خلاص. يعني عشان تنزل تاني لازم تفحت لها الارض وتنزلها بقى في القاع. انتوا هتفضلوا كده لغايه لما تبقوا في القاع. ففريق الزمالك فريق السوسته ماشي، فريق السوسته ابعد عن الاهلي، لانك ولا هتقدر تنتصر عليه في الملعب، ولا هتقدر تنتصر عليه بالاكاذيب وبالاشاعات، ولا هتقدر تعمل حاجه كنت قدرت مع بيراميدز. جاتكم خيبه. سلام عليكم.